الكرة في العمق، الكرة بعد ذلك لصالح نادي العروبة. العروبة يبحث والدفاعات هنا تقف. الكرة ملعوبة، عادت بعد ذلك في المنتصف. يا سلام عن النقلة، لكن دفاعات فحمان أقرب. التشتيت ومحمد علي يقاتل، استلام جميل، استقبال رائع، لكن بعد ذلك الدفاعات في الجهة المقابلة. الكرة ملعوبة، يا سلام، المحاولة أقرب إلى حارس المرمى نبيل بمحاولة، نبيل بعودة، نبيل بكرة. الكرة عرباوية في المنتصف، يبحثون عن وصول إلى المرمى، يبحثون عن هدف، يبحثون عن تعديل، يبحثون عن عودة. الكرة ملعوبة، تحولت بعد ذلك، ما زالت المحاولة قائمة بأقدام نادي العروبة من هنا ومن هناك. يبحثون عن طريق، يبحثون عن سبيل، يبحثون عن وصول إلى المرمى، لكن الوصول أحيانا يكون صعبا، يكون شاقا، يكون صعبا جدا في عالم كرة القدم، لأن كرة القدم تحتاج لها الكثير والكثير، تحتاج لها الكثير والكثير. الكرة ملعوبة، عادت بعد ذلك عرباوية، نقلات محمد خريس، يا سلام، إلى أمجد بعد ذلك في المنتصف، والكرة إلى خارج أرضية الملعب. نادي فحمان اليوم يقدم مباراة جميلة جدا، يقدم مباراة رائعة في هذه الجولة العاشرة من حكاية الدوري اليمني، لكن المباراة الأمتع ستكون غدا. هذا هو أمير ردمان الحكم الرابع، هذا أمير ردمان، وهذا أيضا بسام المقدشي. يا سلام، عناق، هذا أيضا لاعب نادي العروبة. دام الصاعق العرباوي، نعم، الصواعق العرباوية، هكذا هو اللقب لنادي العروبة. الكرة ملعوبة في المنتصف، يبحثون عن هدف ثاني، يبحثون عن تعزيز النتيجة، يبحثون عن التأمين. يعلمون تماما نادي فحمان بأنهم سيقدم. يا سلام يا محمد، الكرة بعد ذلك، لكن الوصول مستحيل. هيثم الفقي اليوم نراه في تشكيله كثيرا، المدرب هاني أحمد عبد الرحمن، نعم، في خط المقدمة. هل سيضيف اليوم شيئا جديدا أيضا برفقة عمار درهم وعلي محمد؟ كرة ملعوبة في خط المنتصف، عادت بعد ذلك لصالح نادي فحمان، مقطوعة. يلا يا أمجد، يلا يا أمجد، أمجد إلى الفقيه،